السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كده مع بعض بقى روتين الشقة زي ما بيقولوا. من النهاردة بجد روتين صعب جدا كان بالنسبة لي. النهاردة الحوض كله كان مليان مواعين زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، وكان المطبخ كله عندي مقلوب قلب، يعني جامدة جدا، لان كان عندي الناس اللي هم بتوع الغاز كانوا بيوصلوا عندي الغاز، فكان طبعا المطبخ كله مقلوب عندي. فقلت النهارده عشان اتنشط كده وارتبه وانضفه لازم كنت اعمل ايه الروتين ده معاكم. زي ما انتوا شايفين كده المطبخ كله هو مقلوب، فاحنا عايزين بقى ان شاء الله نتشجع كده مع بعض ونقوم بقى نغسل الحاجة اللي في الحوض دي، ونبتدي بقى ايه الروتين بتاعنا النهارده. وعندي كمان اهوت الشفاطة كنت منزلاه وعايزة طبعا اغسله. وطبعا هلمع بقى كل حاجة موجودة في المطبخ، لان طبعا كان عندي شغل كتير فيه. فقبل ما نبدأ كده الروتين النهاردة مع بعض نصلي على النبي ونبتدي كده ايه، تحطوا لنا لايك كده يا حبايبي، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا هبدأ بقى ان شاء الله اغسل كل المواعين اللي عندي دي في الحوض. طبعا النهارده زي ما بقول لكم روتين شقة وتعب. فهنغسل كده مع بعض الحاجات دي كلها، كانت من عشاء طبعا بالليل ومن الفطار الصبح، فلازم نخلص اول في الحوض. قلت قبل ما ابدا اعمل اي حاجه في المطبخ اخلص اول اللي في الحوض عشان يبقى قدامي كده الحوض فاضي ونضيف، اقدر اعمل فيه اللي انا عايزاه بقى براحتي. فقلت اما اقوم اغسل بقى المواعين ديت كلها، زي ما انتوا شايفين كده حبة مواعين محترمين. نخلصهم كده مع بعض، انتوا برضو بتشجعوني وانا بشجعكم. فقلت اما نعمل بقى الروتين ده النهارده مع بعض. انا بقالي فترة كده ما عملت لكمش روتينات، من كل فترة للتانية كده بحب اعمل لكم ايه روتين من وقت للتاني. هنخلص بقى كل المواعين اللي عندنا دي ونوضب كده الحوض وننضفه عشان نشوف احنا هنعمل لسه باقي الروتين بتاعنا بقى في المطبخ ايه النهارده. زي ما انتوا شايفين ان هو مقلوب خالص، لان بقول لكم زي ما بتوع الغاز كانوا بينضفوا بيعملوا عندنا بيوصلوا الغاز. فطبعا انتوا عارفين بقى بعد ما بيمشوا بتبقى الموضوع صعب جدا في المطبخ، فلازم نوضبه كده وننضفه. ومفيش احسن من انكم تشجعوني واشجعكم. نخلص بقى المواعين كلها كده اللي في ايدينا دي مع بعض كده وننضف بقى الحوض تنظيفه كده حلوة. وكمان عندي اهوت كان في حلة كده برضو بتاعت بالليل، برضو قلت برضو نخلص كل اللي ورانا. الروتين ده بيبقى صعب جدا، قلت كده ما نبتدي مع بعض كده من بدري عشان نقدر نخلصه. كان النهاردة يوم بجد شقة وتعب من اول النهار لحد اخره. بس الحمد لله لما بنشجع بعض كده بنقدر نعمل ونخلص مع بعض كل حاجة في ايدينا بسرعة. ونزلنا طبعا الشفاط كان برضو هو كان عايز يتغسل من الروتين اللي قبل كده، انا كنت غسلاه معاكم وكنت مورياكم المادة اللي انا بغسله بيها اللي هو الباور ده. جميل جدا الباور ده، بيخلي كل الدهون اللي انتوا شايفينها عليه ديت، يعني بنسيبه كده ربع ساعة بعد ما بنرشه بنلاقي كل الدهون ديت، يعني ما شاء الله. نيجي بس نغسل بايدينا كده بالسلكة بتاعتنا او بالليفة بينزل كل الدهون بسرعة، ما بياخدش وقت خالص ولا بياخد مجهود معانا. فاحنا نسيبه نرشه انا برشه بالباور كده على طول، وبسيبه واركنه كده شويه بتاع ربع ساعه، وبعدين بقوم غسله. انا في الوقت دوت انا كون عندي الورق ده، الورق ورق سلوفان كده، انا بحطه على على الحيطه جنب البوتاجاز. بحطه على السيراميك، بلزقه جنب البوتاجاز على السيراميك عشان اي زيوت ولا اي حاجه ما تلزقش طبعا عندي في السيراميك. فانا من وقت للتاني اول ما هو بقى بحس ان هو ما عادش نضيف بغيره، بجيب ورق غيره، وبرضه بلمع كده السيراميك وبرجع الزق ورق غيره. فانا قلت بقى اشتغله بقى بالمره، لانه طبعا اتقطع خالص ساعه بقى ما جم وقعدوا يشتغلوا عندي في المطبخ، اتقطع خالص. فانا قلت بقى اشتغله بالمره كده وابتدي ان انا المع السيراميك عندي وان احط غيره بقى وانضف كل المطبخ بقى بالمره كله مره واحده كده. انا عندي هنا انا خلطه بعملها في الازازه اللي انتوا شايفينها دي. عندي الخلطه دي بتبقى عباره عن ايه، عندي بتبقى فيها كرور وبيبقى فيها صابون سايل وعلى شويه ميه.
بيبقى ده جميل جدا، بيخلي الدنيا ما شاء الله. لو عندك معطر كمان ممكن تقدري تحطي حبة من المعطر كمان عليه، بيخلي الدنيا زي الفل. ولو في اي حاجة في السيراميك بينضفها لك بمنتهى السهولة، ما بتتعبيش فيه باي حاجة. بجيب كده بطانة او فوطة نظيفة، وبحاول ان انا ارش عليها، وبلمع السيراميك زي ما انتوا شايفين كده. بيطلع كل حاجة عندي، حتى لو في اي نقط صغيرة من الزيوت او حاجة بتطلعها وبتنضفها، بتخليها يعني زي الفل. بسم الله ما شاء الله. انا برضو كل مرة بقول لكم على الخلطة دي، بلمع بيها كل حاجة، بلمع بيها عندي الرخامة، بلمع بيها الارض، بلمع بيها اللدلبة بتاعة المطبخ اللي هي الالمونتال. بتطلع كل حاجة ما شاء الله، بتنضف خالص المادة دي. بركبهم كده على بعض، ما بقدرش استغنى عن الرشاش ده معايا على طول. احنا طبعا كنا الفترة اللي فاتت طبعا بالكرور والمية على طول، فعشان بقى كمان بعمل روتين، فطبعا حطيت عليه صابون سائل وكمان معطر، من المعطر بتاع اللي احنا بنستخدمه في غسيل هدومنا. فحطيت كمان شوية منه عليه، بيخلي ريحة المطبخ طبعا حلوة، ولو فيها اي روايح تانية بينضفها، بيخليها ريحتها جميلة جدا. بنضف انا هنا بقى اللدلبة بتاعتي، وتستغل بقى كل حاجة هنا موجودة، واخلص كل اللي ورايا في المطبخ عشان يبقى زي الفل، اقدر اعمل بقى فيه اللي انا عايزاه واخلص اللي انا عايزاه. حطولنا بقى لايك كده يا حبايبي، عشان اللي ناسي يحطولنا لايك، يفتكر بقى كده معانا ويحطولنا اللايك الحلو بتاعنا. وكمان قلت المع البوتاجاز طبعا بعد ما هم اشتغلوا فيه، كان مش نضيف خالص، فانا حاولت بقى ان انا انضفه كده واخليه زي الفل ويرجع يلمع من تاني. قعدت نضفته برضو كده بالسلكة برضو اللي هي الخشنة اللي انتوا شايفينها في ايديا دي، والليفة بتاعتنا. برضو بصابون سائل كده بيخليه جميل جدا ولامع. طالما معلهوش دهون ما برشوش بالباور، لكن لو كان عليه دهون ولا كده برشه بالباور، بسيبه شويه لما الدهون بتاعته تسيح كده من عليه، وببتدي ان انا ادعكه بيه. لكن ما كانش عليه دهون